اسمعني زين يا صاحبي، لأن اللي بتسمع الحين هو صوت تابوت الإبداع البشري وهو يتقفل للأبد. تخيل معي سيمبا، سنو وايت، وحتى علاء الدين، كل ذكريات طفولتك البريئة هذه صارت مجرد أكل وشخبطة بيانات عشان تغذي وحش اسمه OpenAI. والت ديزني بنفسه أكيد قاعد يتقلب في قبره الحين. الخبر اللي نزل زي الصاعقة واللي الإعلام يحاول يلمعوا لك هو أن ديزني قررت تفتح أرشيف 100 سنة، قرن كامل من الرسم والفن، وتسلمه لتشات جي بي تي وسورا عشان يتعلمون منه. يعني ببساطة بدال ما يدفعون لرسامين بشر ومبدعين حقيقيين، قرروا يستخدمون تراثهم عشان يدربون روبوت يقدر يسوي لك فيلم كامل بضغطة زر واحدة. يا ساتر، تخيلتوا حجم الكارثة؟ احنا نتكلم عن استبدال كامل للعنصر البشري في أكبر شركة ترفيه في التاريخ. بس لحظة، هنا تجي الوقاحة الحقيقية، وهنا يبان الوجه القبيح للشركات. في نفس الوقت اللي ديزني تبيع تراثها لأوبن اي آي، جالسة ترفع قضايا ومحاكم على جوجل وغيرها وتتهمهم بسرقة الحقوق لتدريب الذكاء الاصطناعي. شفتوا النفاق يا جماعة؟ يعني حلال عليهم يبيعونكم ويبيعون فنهم عشان الفلوس، بس حرام على غيرهم يسوي نفس الشيء. هذا هو تعريف الاستغفال يا عزيزي الكتكوت التقني. السالفة ما فيها لا فن ولا يحزنون، السالفة كلها كيف نرفع سعر السهم وكيف نراضي المستثمرين والحيتان في بلاك روك حتى لو كان الثمن هو روح الشركة نفسها. هم عارفين انك تدفع اشتراكك وانت ساكت لانك تعودت تستهلك اي شيء ينحط قدامك. صاروا يشوفونك مجرد NPC ومحفظة بتمشي على الأرض. المستقبل اللي يجهزونه لك هو أفلام رخيصة بدون روح وبدون بشر، أفلام توليد تلقائي هدفها بس انك تجلس قدام الشاشة وتدفع وتدفع. السؤال الحقيقي لك الحين، وأبغاك تجاوبني في الكومنتات بصراحة، هل بترضى تخلي عيالك يتربون على قصص ألفها كود بارد ما يعرف المشاعر، ولا بتصحى وتوقف هذا الهبد؟ سلام.